أهلا بكم معنا مجددا في استعراض لمادة تحليلية يمكن تكون من أغرب وأكثر المواد إثارة للجدل اللي تناولناها مؤخرا. فعلا. الحديث اليوم مش عن اكتشافات علمية أو تحليلات اقتصادية معتادة، لا، هو عن مزاعم وردت في نص محدد وصل لنا. مزاعم تتعلق ضبطية جمركية غريبة شوي في ميناء الجزائر. بالضبط، والغريب مش بس طبيعة الشحنة اللي بيحكوا عنها، لا، الأهم هو الاسم اللي النص بيربطه بيها. صحيح. المصدر اللي حنركز عليه اليوم هو مقتطفات عنوانها لوحده لافت: فضيحة قضبان سلوى تبون الاصطناعية. عنوان قوي بصراحة. جدا. وضروري جدا نوضح من البداية وبشكل قاطع إن مهمتنا هنا هي تحليل وفهم الرواية دي زي ما هي موجودة في النص ده تحديدا. تمام، يعني احنا مش بنتبنى أي حاجة ولا بنأكد صحتها؟ أبدا. أبدا. إحنا بنحاول نفك السردية دي، الادعاءات اللي بيطرحها النص وردود الفعل اللي بيزعم إنها حصلت، فقط تحليل النص. ممتاز. وده بياخدنا مباشرة للنقطة الأكثر حساسية والأكثر إثارة للدهشة في النص ده: الاسم. الاسم اللي بيزعم إنه مسجل كمستورد للشحنة دي في الوثائق الرسمية. النص بيذكر اسم سلوى عبد المجيد تبون. الادعاء ده لوحده هو المحرك الأساسي للجدل، على الأقل زي ما المصدر بيصوره. خلينا ندخل في تفاصيل الرواية دي زي ما النص بيحكيها خطوة بخطوة. تمام. نبدأ بالادعاء المحوري. المصدر بيتكلم نقلاً عن هو بيوصفها مصادر من داخل الجمارك الجزائرية مم. عن كشف وضبط شحنة ضخمة في ميناء الجزائر العاصمة. الرقم اللي مذكور في النص يعني هائل ومحدد: 1,000,000 قضيب اصطناعي. 1,000,000. مليون. الرقم ده لوحده بغض النظر عن أي حاجة تانية أكيد مصمم عشان يلفت الانتباه ويثير الصدمة. 1,000,000 وحدة، ده رقم ضخم جدا لأي سلعة، فما بالك بالنوع ده تحديدا. بس زي ما قلنا، المفاجأة اللي المصدر بيركز عليها مش بس الكمية أو النوع. لا طبعاً. النص بيشدد إن الوثائق الرسمية اللي مع الشحنة عليها اسم سلوى عبد المجيد تبون بصفتها المستورد. هل النص بيقدم أي تفاصيل عن إزاي الاسم ده ورد؟ أو كيف تأكدوا منه جواته سرده؟ شوف، النص ما بيقدمش تفاصيل زيادة عن عملية التحقق من الوثائق نفسها، دي نقطة مهمة. بس هو مصر على المعلومة دي وبيعتبرها حجر الزاوية في الفضيحة اللي بيتكلم عنها. يعني بيقدمها كأنها حقيقة مثبتة في رواياته هو. بالظبط. بيستخدمها كنقطة انطلاق لبقية التحليل والتفسيرات. التأكيد المتكرر على الاسم في النص بيوحي إنه ده العنصر الأهم في القصة زي ما المصدر عايز يقدمها. وده يودينا للسياق بقى، السياق اللي المصدر بيحط فيه الحادثة المزعومة دي، لأنه مش مجرد سرد للواقع وخلاص، لا، ده بيحطها في إطار صورة أكبر للوضع في البلد زي ما هو شايفه. تماماً. النص بيرسم صورة ممكن نقول قاتمة شوية. بيتكلم عن خلفية من صعوبات اقتصادية بتزيد، معدلات بطالة عالية، امم وشباب حاسين باليأس لدرجة إنهم حسب تعبير المصدر بيرموا نفسهم في البحر. محاولات هجرة خطيرة جداً بحثاً عن حياة أفضل. وكمان ألمح لحزينة الدولة. بيلمح لوجود ضائقة مالية للدولة وبيوصف خزائنها بأنها مفلسة. الوصف ده للسياق العام بيخدم كخلفية درامية للإدعاء الرئيسي. إذن المصدر هنا بيتعمد يخلق مفارقة حادة جدا. من ناحية، صورة لمعاناة اقتصادية واجتماعية واضحة زي ما بيوصفها، ومن ناحية تانية الإدعاء باستيراد شحنة ضخمة، مش بس سلعة كمالية، لأ دي سلع جنسية بملايين الدولارات وباسم شخصية المفروض إنها قريبة من دوائر السلطة، مش كده؟ بالظبط. المقارنة دي هي جوهر الرسالة اللي المصدر بيحاول يوصلها في الجزء ده. بيحط القارئ قدام تناقض صارخ. تناقض بين إيه وإيه؟ الحاجة الماسة الأساسيات زي الأكل والدواء مثلا، وفي المقابل اللي بيوصفه بإنفاق ضخم على ألعاب جنسية. النص كمان مش بيتردد يستخدم لغة لاذعة. زي عبارة السيدة الأولى من نوع آخر. بالظبط، عبارة مشحونة بالسخرية والنقد. فالمقارنة هنا مش مجرد عرض للوقائع المزعومة، لأ، دي أداة بلاغية قوية المصدر بيستخدمها عشان يوجه فهم القارئ ويشكل رأيه. أكيد. وده بيخلي التساؤلات تظهر بشكل طبيعي. التناقض المزعوم ده بيثير تساؤلات بطبيعة الحال. إيه الأسئلة اللي المصدر نفسه بيطرحها أو بيلمح لها في سياق الرواية دي؟ النص حتى لو مش بيطرحها دايما كقائمة أسئلة مباشرة، بس هو بيبث تساؤلات جوهرية.
بتحس فيها بحالة من الذهول والاستنكار. زي إيه مثلاً؟ يعني القارئ بيتسائل من خلال السرد، إزاي شحنة بالحجم ده 1,000,000 قطعة ممكن تمر من الإجراءات الجمركية من غير ما حد يكتشفها بدري أو تثير شكوك؟ وده بيوحي بإيه؟ خلل في الرقابة، ولا يمكن تواطؤ زي ما النص بيلمح؟ تماماً، دي الأسئلة اللي بتطرح نفسها. والسؤال الأكبر يمكن يكون عن الاسم المزعوم نفسه. إزاي ممكن بمنطق المصدر طبعاً تتسجل شحنة بالنوع ده رسمياً باسم شخصية مفروض إنها تحت الأضواء أو بتنتمي لدائرة الحكم؟ هي دي النقطة اللي النص بيرجع لها تاني وتالت. التساؤل هنا مش بس عن الإجراءات، لأ، ده عن الجرأة أو يمكن الاستهتار اللي النص بيفترضه في اللي عمل كده. والتساؤلات دي زي ما هي في المصدر بتواجه الاتهام بشكل غير مباشر لمين؟ دي منظومة الريطار رؤى مساءلة كلها، وبتفتح الباب لتفسيرات ليها علاقة بالحصانة أو النفوذ، وهي التفسيرات اللي واضح إن النص بيميل ليها بقوة. طيب، بما إن الادعاءات دي مثيرة للجدل بالشكل ده، مش غريب إن المصدر يوصف تفاعل كبير خصوصاً على السوشيال ميديا؟ إزاي النص بيرسم صورة التفاعل ده؟ النص بيوصف حاجة زي الانفجار الرقمي. بيتكلم عن إن الخبر المزعوم انتشر بسرعة البرق وتصدر النقاشات. بيقدم صورة لردود فعل واسعة جدا، مختلفة في نبرتها لكن متفقة في حجم الاهتمام بالقصة دي. هل بيقدم أمثلة محددة لردود الفعل الشعبية دي؟ نعم، وبيعمل كده عشان يدي حيوية للسرد بتاعه ويدعم فكرته عن حجم التأثير. بيذكر أمثلة لتعليقات بيوصفها إنها كانت بين السخرية اللاذعة والصدمة اللي فيها مرارة. زي إيه مثلاً؟ بيذكر تعليق ساخر انتشر حسب زعمه 1,000,000 قضيب يكفي لإسعاد الشعب بأكمله. التعليق ده زي ما النص بيقدمه بيستخدم الفكاهة السوداء عشان يعلق على الوضع العام المفترض مش بس على الشحنة. وهل في أمثلة تانية ذكرها النص؟ بيذكر كمان تعليقات فيها نقد أعمق وأكثر مرارة، زي الاقتباس المزعوم. ربما وجدوا حلاً لأزمة العزوبة لكن بشكل استعماري جديد. استعماري جديد؟ إيه المقصود بها هنا حسب النص؟ النوع ده من التعليقات زي ما المصدر بيصوره بيربط بين الفضيحة المزعومة وقضايا اجتماعية موجودة فعلاً، زي تأخر سن الجواز وصعوباته، بس بيضيف ليها بعض سياسي لما بيشير للاستعمار الجديد، كأن الموضوع بيعكس تبعية أو اختراق ثقافي أو اقتصادي معين. واستخدام الأمثلة دي بيخلي سرد المصدر مقنع أكتر للقارئ بخصوص حجم التفاعل اللي بيوصفه. أكيد. طيب، في مقابل موجة ردود الفعل الشعبية والرقمية دي، هل النص اتكلم عن أي ردود فعل من جهات رسمية أو محسوبة للسلطة؟ أو كافي من وجهة نظر كاتب النص. بس برضو النص مش بيقدم تفاصيل عن مضمون التكذيب المزعوم ده أو مين اللي أصدره بالظبط. طيب، وبالنسبة لوسائل الإعلام أو الجهات التانية؟ بيضيف المصدر إن بعض القنوات الإعلامية ما قالش أساميها سرعت تتبنى رواية تانية بتتكلم عن مؤامرة أجنبية بتستهدف استقرار البلد وسمعتها. وده تكتيك معروف نوعاً ما. تمام. تصوير أي نقد أو خبر محرج كمؤامرة خارجية ده أسلوب معروف بتلجأ ليه بعض الجهات عشان تدافع عن نفسها أو تصرف الانتباه عن جوهر القضية. النص بيقدم ده كدليل إضافي على محاولات التعطيم المزعومة. غير الإعلام الرسمي، هل أشار لحاجة تانية؟ وإلى جانب الإعلام التقليدي، النص بيشير كمان لدور اللي بيسميه الذباب الإلكتروني. بيوصف إزاي دول دافعوا عن الشخصيات المذكورة وطالبوا باحترام المقامات. عبارة أحترم المقامات دي مهمة. إيه المقصود بيها هنا في السياق ده؟ النص بيستخدمها لوصف الدعوات دي لعدم المساس باللي فيه مواقع السلطة أو النفوذ. المقامات هنا بتشير للشخصيات والمناصب العالية اللي المفروض من وجهة نظر المدافعين تكون فوق النقد أو الشبهات. بس المصدر ما سابش الدعوة دي من غير رد. إزاي النص اتعامل مع حجة احترام المقامات دي؟ النص بيرد عليها بسؤال بلاغي فيه سخرية مريرة. بيتسائل: أي مقام بيفضل للدولة أو رموزها لما صورتها بره زي ما المصدر بيزعم تبقى مرتبطة بأخبار زي دي؟ وبيستخدم تعبير قوي جدا عشان يوصف التصور الخارجي المزعوم ده. بيقول إن البلد بقت دولة تضحك عليها مصانع السيليكون. تعبير قاسي جدا. العبارة دي هدفها التأكيد إن الضرر المزعوم بيتجاوز الشأن الداخلي
وبيوصل لسمعة الدولة كلها على الساحة الدولية، وبيقلل من هيبة المقامات اللي البعض بيطالب باحترامها. وده بيقودنا لنقطة تحليلية أعمق في النص. يبدو أن المصدر مش بيتعامل مع الحادثة المزعومة دي على أنها بس مخالفة جمركية أو قضية استيراد بضاعة معينة، حتى لو كانت مثيرة للجدل. ده صحيح تماماً، وهنا بالظبط لب الطرح اللي بيقدمه المصدر. هو بيتعامل مع القصة كحدث ليه دلالات رمزية أكبر بكتير من تفاصيل الشحنة نفسها. النص مصر إنه يقرأ ما وراء الخبر المزعوم. طيب إزاي النص بيطور القراءة الرمزية دي؟ إيه الدلالات اللي بينسبها للحادثة؟ النص بيصور الموضوع كله على إنه صفعة في وجه كل مواطن مسحوق. يا ساتر. العبارة دي لوحدها بتنقلنا من مستوى الخبر لمستوى التحليل الاجتماعي والسياسي المشحون بالعاطفة. بتحط الحادثة المزعومة مباشرة في سياق علاقة المواطن بالسلطة، وتحديداً في إطار الشعور المفترض بالظلم أو الإهمال عند المواطن العادي. كأن المصدر عايز يقول إن الفعل المزعوم ده لو صح زي ما بيحكيه بيمثل قمة اللامبالاة بمعاناة الناس وظروفهم الصعبة. بالضبط، ده هو التفسير اللي النص بيتبناه بقوة. بيقدم القصة كنموذج صارخ للانفصال الكامل أو الشرخ العميق بين النخبة الحاكمة وعامة الشعب. وبيستخدم صور مجازية عشان يقوي الفكرة دي. أكيد، بيتكلم عن القصر اللي بيتحول في نظره لمتجر ملذات في الوقت اللي المواطن بيكافح بره عشان يأمن قوته اليومية. الصياغة دي هدفها تبني صورة ذهنية عند القارئ عن وجود عالمين منفصلين، عالم النخبة المرفه والمنفصل عن الواقع، وعالم الشعب اللي بيعاني. إذن من وجهة نظر المصدر دي مش بس فضيحة تتعلق بسلوك فردي مزعوم، لا، دي عرض لمرض أعمق بيصيب بنية السلطة وعلاقتها بالمجتمع. هذا هو الاستنتاج اللي المصدر عايز القارئ يوصل له بوضوح شديد. هو بيشوف في الشحنة المزعومة دي بالحلم المزعوم ده وبالاسم المزعوم ده تجسيد مادي لمشاكل أكبر وأعمق: الفساد المحتمل، الاستهتار بمقدرات الدولة، الانفصال عن هموم المواطنين، ويمكن حتى سوء الإدارة. الرواية زي ما اتصاغت في النص ده مصممة عشان تكون قصة رمزية تتجاوز مجرد نقل خبر. يعني واضح إن النص بيستخدم الحادثة المزعومة دي كمنصة عشان يطلق نقد سياسي واجتماعي أوسع. الطريقة اللي اتبنت بيها الرواية كلها التركيز على التفاصيل الصادمة، المقارنة الحادة مع الوضع الاقتصادي، تصوير ردود الفعل، التأكيد على البعد الرمزي، كل ده بيخدم هدف نقدي معين. بكل تأكيد بنية النص ومنطقه الداخلي بيشيروا لده بوضوح. كل عنصر في الرواية تحس إنه تم اختياره وتوظيفه بعناية عشان يخدم الرسالة النقدية دي. زي إيه تاني؟ التركيز على رقم 1,000,000، طبيعة البضاعة قضبان اصطناعية، الاسم المزعوم المرتبط بشخصية نافذة، توقيت الكشف المزعوم في ظل أزمة اقتصادية، وصف رد الفعل الرسمي بالباهت مقابل رد فعل شعبي عاصف، وأخيراً التفسير الرمزي اللي بيربط كل ده بالانفصال النخوي والفساد المحتمل. كل العناصر دي بتشتغل مع بعض عشان تبني حجة نقدية قوية وموجهة. بالضبط، بغض النظر عن مدى دقة الوقائع الأصلية اللي بيستند ليها النص. إذن عشان نفهم المصدر ده بشكل كامل مش كفاية نعرف هو بيزعم إيه، لازم نفهم كمان إزاي بيبني حجته وإيه الرسالة الأعمق اللي بيحاول يوصلها من خلال الرواية المحددة دي. تماماً، التحليل بيتطلب النظر مش بس في محتوى الادعاءات، لا، في شكلها، في اللغة المستخدمة، في السياق اللي بتتحط فيه، وفي الاستنتاجات اللي بتتبني عليها. النص ده بيقدم مثال واضح على إزاي ممكن نستخدم حدث معين سواء كان حقيقي أو ملفق أو مبالغ فيه كأداة في الصراع الخطابي والسياسي. حسناً، خلينا دلوقتي نلخص أهم النقاط اللي استعرضناها بناء على النص الوحيد اللي كان متوفر عندنا عن القضية دي. الإدعاء المحوري اللي بيقدمه المصدر هو ضبط شحنة ضخمة جداً في ميناء الجزائر بيحددها ب1,000,000 قضيب اصطناعي. والنقطة الأكثر إثارة للجدل في رواية المصدر هي زعمه إن الوثائق الرسمية للشحنة دي كانت بتحمل اسم سلوى عبد المجيد تبون كمستورد. والمصدر بيحط الواقعة المزعومة دي في سياق صعوبات اقتصادية واجتماعية بتعيشها البلد عشان يخلق مفارقة حادة. تمام، وبيصف النص ردود فعل واسعة على السوشيال ميديا بيصورها إنها خليط من السخرية والنقد اللاذع.
وفي المقابل بيتكلم عن محاولات تغطية وتكذيب رسمي بيوصفها بالباهتة، وكمان دفاع إلكتروني بيطالب باحترام المقامات. والأهم من كل ده يمكن هو التفسير اللي بيقدمه المصدر واللي بيتجاوز حدود الواقعة المزعومة نفسها. بالظبط، بيعتبرها رمز ودليل على اللي هو شايفه انفصال عميق بين النخبة الحاكمة وهموم الشعب ومعاناته، وبيصورها كصفعة للمواطن وكدليل على تحول القصر لمتجر ملذات. ونحب نأكد مرة تانية وبشكل لا لبس فيه إن كل اللي ناقشناه واستعرضناه دلوقتي هو محاولة لفهم وتحليل الرواية زي ما وردت حصراً في النص المقتبس اللي كان بين إيدينا. مظبوط، النقاش ده مش بيمثل أي تبني للادعاءات دي أو تأكيد لصحتها من عدمها من طرفنا أبداً. هدفنا كان استكشاف البنية السردية والحجج المطروحة جوه المصدر المحدد ده عشان نفهم إزاي القصة دي اتقدمت وإيه الرسائل اللي حاول يوصلها. صحيح. وفي ختام استعراضنا لمحتوى النص المثير للجدل ده والمشحون بالدلالات، نسيب للمستمعين فكرة للتأمل أعمق، فكرة مستوحاة من القضايا اللي النوع ده من السرديات مثيرها بغض النظر عن تفاصيل الحالة دي بالذات. السؤال اللي بيطرحه النوع ده من الروايات سواء كانت دقيقة أو لا هو ده: لما بتظهر ادعاءات صادمة زي دي بتربط شخصيات نافذة بقضايا مثيرة للجدل خصوصاً في سياق اقتصادي صعب، ولما بتثير ردود فعل شعبية ورسمية بالطريقة اللي النص بيوصفها، ده بيكشف إيه عن حالة الثقة بين المواطنين والسلطة، وإيه الأسئلة اللي بيثيرها عن تصور الناس لممارسات النخبة وعن آليات الشفافية والمساءلة في أي مجتمع بيواجه تحديات كبيرة. ده يمكن التأمل الأوسع اللي تحليل نص زي ده ممكن يقوله. بالظبط.